عندنا حمل وولادة الحمد لله، المولود جه بالسلامة. قعدنا فترة كبيرة، خلصنا رضاعة، بنقول لحضرتك الحمد لله على السلامة وألف مبروك. دلوقتي جه دورنا في عمليات المامي ميك أوفر. أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. هنتكلم معاكم في مصطلح المامي ميك أوفر. يعني إيه المصطلح ده؟ هو العمليات المتخصصة للسيدات بعد عمليات الحمل والولادة بيبقى عندهم ترهلات شديدة في الجسم. المصطلح ده مينلي اتعمل علشان خاطر عمليات الثدي وعمليات البطن، لأن هم دول أكتر منطقتين في جسم الأنثى بيتعرضوا لتغيرات هرمونية بعد الحمل والولادة. الثدي علشان خاطر الرضاعة المتكررة، والبطن علشان خاطر الحمل والولادات المتكررة. بيحصل إيه؟ بعد الحمل والولادة بيحصل ترهلات شديدة في الجسم، في البطن، وضعف في العضلات، وترهلات في الثدي، وأنسجة الثدي بيبقى في جزء منها ديفيشنت، بيبقى ناقص، والجلد نفسه بتاع الثدي بيحصل ترهل وبينزل عن مكانه الطبيعي، وبيشد معاه الوضع بتاع الهالة والحلبة، والهالة البنية والحلبة ما بيبقاش في مكانهم. علشان كده احنا في العملية دي بنعمل ايه؟ بنعمل شد لترهلات البطن زي ما احنا شرحنا في فيديو سابق قبل كده، وبنعمل شط للدهون الموجودة في البطن وإصلاح لعضلات جدار البطن، وبنعمل شد ورفع للثدي. ولو الأنسجة اللي موجودة في الثدي كويسة بنكتفي بعملية الشد والرفع فقط. لو الأنسجة اللي في الثدي فيها نقص أو ديفيشنت بنحط مع الشد بتاع الثدي بنحط معاه حشوة سيليكون علشان خاطر نبرز الكونتور الجمالي بتاع الجسم. رجعي ثقتك بنفسك تاني في عمليات المامي ميك اوفر. ابعت لنا على رسائل الصفحه، تواصلي معانا على الارقام، واحنا هنقول لك الاجراء الطبي في العمليه اللي احنا بنعملها، عمليه المامي ميك اوفر.